الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعده أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وألنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر
إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. نستغفر الله العظيم. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله وبحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ويدخلون الجنة يسمون الجهنميين. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sekelompok orang akan keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka masuk ke dalam surga. Mereka disebut jahannamiyin, orang-orang jahannam. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sekelompok orang akan keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka masuk ke dalam surga. Mereka jahannamiyin, orang-orang jahannam. Hadis riwayat Bukhari. An Nabi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: inna min ummati man yashfa'u lil fi'ami minan nas wa minhum man yashfa'u lil qabilah wa minhum man yashfa'u lil asabah wa minhum man yashfa'u lir rajul hatta yadkhulul jannah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di kalangan umatku ada orang yang berhak memberi syafaat untuk sekelompok besar manusia, ada yang berhak memberi syafaat untuk satu kabilah, ada yang berhak memberi syafaat untuk sekelompok kecil orang, dan ada pula yang memberi syafaat untuk satu orang saja sampai mereka semua masuk ke dalam surga. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di kalangan umatku ada orang yang berhak memberi syafaat untuk sekelompok besar manusia, ada yang berhak memberi syafaat untuk satu kabilah, ada yang berhak memberi syafaat untuk sekelompok kecil orang, dan ada pula yang memberi syafaat untuk satu orang saja sampai mereka semua masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Tirmidzi. An Hudzaifah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma fi haditsin tawil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tursalul amanah warrahim fataqumani janabatis sirati yaminan wa shimalan fayamurru awwalukum kal barqi qala qultu li abi anta wa ummi ayyu syai'in kamarril barqi qala alam tarau ilal barqi kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati 'ainin thumma kamarrir rih thumma kamarrit tayri wa shaddir rijal tajri bihim a'maluhum wa nabiyyukum qa'imun 'ala as-sirati yaqulu rabbi sallim sallim hatta ta'jiza a'malul 'ibadi hatta yaji'a ar-rajulu fala yastati'u as-sayra illa zahfan. Qala wa fi hafatis sirati kalalibun mu'allaqatun
ma'muratun bi akhzi man umirat bih fayakhdushun najin wa makdusun finnar walladhi nafsun Abi Hurairah biyadihi inna qa'ra jahannama lasab'una kharifan. Dari Hudzaifah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dalam sebuah hadis yang panjang, keduanya berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak sifat amanah dan hubungan kekerabatan akan dihadirkan. Lalu keduanya berdiri di kedua sisi sirat sebelah kiri dan kanan. Sekelompok pertama dari kalian akan lewat secepat kilat. Aku berkata, kutebus engkau dengan ayah dan ibuku. Apa maksud secepat kilat? Beliau bersabda, tidakkah kalian melihat kilat bagaimana dia datang dan menghilang dalam sekejap mata? Kemudian kelompok selanjutnya secepat angin, lalu secepat burung terbang, lalu secepat orang berlari. Mereka akan dibawa oleh amalan. Sementara itu Nabi kalian berdiri di penghujung sirat sambil berdoa, wahai Tuhanku, selamatkan, selamatkan. Demikianlah hingga akhirnya amalan para hamba tak mampu lagi membawa mereka, sampai-sampai ada seorang laki-laki datang tidak mampu berjalan kecuali dengan cara merangkak. Di dua tepi sirat terdapat gancu-gancu yang digantungkan dan ditugaskan untuk merenggut orang-orang yang disebutkan dalam perintah. Ada orang yang direnggut oleh gancu itu pada dagingnya dan hangus terkena api neraka lalu selamat. Ada pula orang yang dilemparkan ke dalam neraka. Demi zat yang jiwa Abu Hurairah ada dalam kuasanya, sesungguhnya dasar neraka jahanam itu sedalam 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainama ana asiru fil jannah idza ana binaharin hafatahu qibabud durril mujawwaf qultu ma hadha ya Jibril qala hadzal kautsar alladhi a'taka rabbuk fa idza tinuhu miskun azfaru. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ketika aku berjalan di dalam surga, aku sampai di sebuah sungai. Pada kedua tepinya terdapat kubah-kubah yang terbuat dari mutiara berongga. Aku pun bertanya, apakah ini hai Jibril? Dia menjawab, ini adalah Kautsar yang telah diberikan oleh Tuhanmu kepadamu. Aku lihat ternyata tanahnya berupa kasturi yang harum baunya. Hadis riwayat Bukhari. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita lebih mudah mengamalkan dan menyampaikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم